5 لصوص بتسرق سعادتك، خد بالك منهم. اللص الاول فكره السيطره، عايز تسيطر على الناس اللي عايشه معاك بحجه ان انت ماسك زمام الامور لحد ما هتخنقهم ويخنقوك. فكره انك تسيطر على مشاعر الناس، يعني تتوقع رد فعلهم وتصرفاتهم وتبقى عايز تصرفاتهم ومشاعرهم تمشي وفقا للي انت عايزه، ولو ما حصلش يا عيني على الكآبه. فكره انك تسيطر حتى على المستقبل، تقعد تتوقع وتخطط لحاجه وكأنك ضامن انها هتحصل، وطبعا لو ما حصلتش فلازم تعمل اللي عليك وتسيبها على الله ونصيبك هيصيبك. اللص التاني الأنانية، يعني عايش لوحدك، ما بتحبش غير نفسك وما بتعملش حاجة لحد غيرك، وبالتالي ما حدش هيتواصل معاك أو هيعمل لك حاجة، هتحس بالوحدة والحزن. كل ده ليه؟ عشان انت أناني. لازم نتواصل ونتفاعل مع بعض علشان دي طبيعتنا كبشر، وأي حاجة عكس الطبيعة دي بتسرق السعادة. اللص التالت الطمع، انا نجحت عايزه انجح اكتر، عرفت اجيب شقه، لا بس انا عايز فيلا، جبتي فستان، عايزه تجيبي الشنطه والجزمه بتاعتك. كل ما تحقق حاجه باصص على اللي بعدها، مش لاحق حتى تحمد ربنا وتتبسط. الطموح حلو جميل، بس لازم واحنا في السكه نتبسط بكل اللي بيحصل لنا. اللص الرابع الشروط، يعني بتتشرط علشان تبقى مبسوط. انا لازم يجيب لي الخاتم زي الخاتم اللي شفته مع دينا بنت خالتي، مع انه جاب لك خاتم تاني حلو برضه، بس لا انا عايزه ده والا مش هتبسط. بتضيقي حدود سعادتك، مع انه والله كان ممكن تتبسطي بحاجات ابسط من كده بكتير. مشكلتنا ان احنا بنحط شروط علشان نتبسط، وحالفين الفرحه ما هتخش البيت الا بالشروط دي لما تتحقق. اللص الخامس الراحه، يعني احنا قاعدين كده ومبسوطين بمنطقه الراحه، طب ما هي راحه، ما احنا لازم نتبسط. ايوه حلوه، بس خلاص كده ما فيهاش اي انجاز، ما فيش اكتشاف، ما فيش مغامره، ما فيش تجربه لاي حاجه جديده، وبالتالي مش هتنجح. ما فيش لذه التغيير ولا التحقيق ولا الانجاز، ما فيش حاجه، فما فيش سعاده. الراحه دي مجرد وهم. ايه رايكم؟ قولوا لي في الكومنت. انا فيروز يسري، ودي حكايه قبل اليوم.